زوجي متوفي صار له سنتين، واحنا هات تشوفون حالتنا حالة تعبانة، حتى بالمطر غرفنا وقعت، وحدة غرقانة وما عندي بس هاي الماكينة عايشة عليها، يوم تشتغل وعشرة ماكو، وجهال عندي بنات 2 وهذا الولد، يعني حالة شوية تعبانة والعالم مرات تصدق علينا، حتى راتب ما عندنا. واطلب من قناة الرشيد وبرنامجكم هذا الخير يشوفون حالتنا ويساعدونا. هي على الماكينة، أنا أشتغل على الماكينة. إذا عطلت الماكينة عطلت الماكينة هاي تبقى نسوي ملابس شغلات ملابس. والله يعني قلت لك مرات أشتري لهم أنا، مرات العالم تنطينا تجيب لهم يعني. وبيتكم وقع هذا؟ هذا وقع بالمطرة، والله وقع. هاي الغرفة تشوفها حتى غراضنا راحت، وهاي الثانية غرقانة ما عندنا هسه، بس هاي الغرفة اللي قاعدين بيها احنا، حتى مكان ما عندنا ننام بيه. ردت منك تجين تشوف الأيتام مثل باقي الأطفال وعندهم أحلام، يلعبون ويضحكون، حرام بيوم يبكون، رسموا الفرحة على جناح الحمام. ردت منك تجين تشوف الأيتام، طفلة تحلم عدها لعبة وعدها بيت، من حجة أحلامها يمي بكيت. طفلة ما شافت أبوها تعجز توصف مشاعرها بكلام. ردت منك تجين تشوف الأيتام، وطفل مضروب بشظاي وظل معاق، من ضربت الهسه يبكي على العراق. حلم عنده بيوم يشفى ودمعة كف طيب ينشفه، يحلم يعيش بوطن كله سلام. ردت منك تجين تشوف الأيتام.